ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة، والأهم من كل حاجة رضا من رب العالمين. النهاردة بقى راجع لكم بعد غياب بوصفة الحواوشي الاسكندراني، او احنا عندنا في اسكندرية بنقول عليه العيش بلحمة. تمام. ده بقى اللي هو احنا بنخبز اللقمة نفسها بايدينا، العجين بايدينا يعني، وبنعمل فيه العيش بلحمة. مش بنجيب اللي هو العيش الأسمر ونحط فيه اللحمة جاهزة كده. ده احنا الاسكندرانية مشهورين بيه يعني، وحبيت ان انا اشارككم بقى الوصفة دي بيتي بيتي يعني. تمام. وهي نفس الوصفة اللي بتاخديها ممكن تعملي اللحمة عندك في بيتك وبتنزلي تخبزيها تحت في الأفران، بس احنا حبينا نوفر عليكي وتعمليه كده ايه، بإيدك كده من الألف للياء بمنتهى السهولة. تمام. شايفه بقى العيش انا كنت بطبقه معاكم، شايفين طري ازاي؟ اللقمه طالعه حلوه وطالعه طريه وفي منها طالع مقرمش. هقولك ازاي لو انت بتحبيها متحمصه تاكليها تعملي ايه، ولو بتحبيها تاكليها طريه كده تبقى قطنيه معاكي زي القطن كده، وتبقى جميله طريه. هتعملي ايه؟ كل وصفة كل حاجة ولها طريقة، وهنعرف مع بعض في الفيديو. هنعمل عيش بلحمة بكل تفاصيله أو الحواوشي بكل تفاصيله لو انتي لسه أول مرة عايزة تعمليه يعني، وإن شاء الله يطلع من إيديكي زي العسل. وطبعا اللي احنا ده السجق أو الصدق ده احنا عاملينه مع بعض، بس إن شاء الله هنزل لكم الفيديو في أقرب وقت. انا نزلته شورت على قناه لو عايزه تشوفيه يعني، لحد ما ان شاء الله ما انزله لكم. وده العيش بلحمه، احنا عملنا اللحمه برضو في البيت. عملنا الخلطه وما شاء الله ما كشتش في العيش ولا حصل فيها اي حاجه، وطلعت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا بينا بقى نسمي الله وندخل على الفيديو. هنا انا كنت عملت جبت كوبايه ميه دافيه 200 ملي، وحطيت فيها باكو خميره وثلاث معالق دقيق، وحطيت معلقتين سكر، معلقتين من بتوع الطعام علشان الخميره تتفاعل، وقلبتهم كويس جدا. وللاسف النور قطع عليا في المرحله دي والفيديو اتحذف، فانا غطيتها وسبتها تخمر. ولما النور جه جبت بقى باقي كيس الدقيق، كنت واخده منه 3 معالق بس، حطيت باقي كيلو الدقيق يعني نخلته مع بعض. وهنزل عليها بقى بنص معلقه شاي من الملح، معلقه الصغيره يعني. وهنزل عليها كمان بعلبه زبادي 180 جرام. وبس هي دي كده كل المقادير. في المرحله دي هنبتدي بقى نخلط العجين كلها، اشرب العجينه من الزبادي ومن الخلطه اللي احنا خمرناها قبل كده. نسيت اقول لكم حطيت معلقه خل عشان دي بتخلي العجين كده يفوق ويطلع معاكي هش وطري. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نخلط العجينه، واحنا حطينا كوبايه ميه 200 ملي بس، وهنخلي معانا كوبايه ميه على جنب، لان في دقيق بيشرب ميه كتير وفي دقيق ما بيشربش ميه كتير، ما بيشربش سوائل يعني. تمام. بس وهنبتدي بقى ان احنا نعجن كده ونشوف بقى هي هتاخد كميه ميه معانا قد ايه. طبعا تقدري تبدلي الزبادي بلبن بودر، تقدري تبدلي الزبادي بحليب، بس يبقى حليب وميه، علشان الحليب لوحده بيخلي العجينه تنشف معاكي، فلازم تخليها لبن وميه، او لبن بودر وميه. ممكن تحطي زبادي ولبن بودر وميه برضو. تمام. هنا بقى هنبتدي نعجن كويس قوي ونلم العجينه لحد لما نحس ان هي خلاص مش محتاجه اي سوائل. خلاص هنبتدي ننزلها على المفرش بتاعنا او على الكاونتر بتاعنا يعني، ونحاول ان احنا نعجن فيها كويس قوي. هنا بقى لو محتاجه سوائل بتاخدي معلقه معلقه علشان العجينه معاكي ما تلزقش والعمليه تبهوأ منك يعني، متعرفيش تلميها. تفضلي بقى تضيفي ميه وتضيفي عجين، فانتي الافضل ليكي انك تزودي معلقه معلقه بس. كده خلاص كده تمام. هي خدت كده حوالي 300 ملي ميه. هنا بقى هنبتدي ننزلها على الكاونتر بتاعنا، وهنبتدي نعجن فيها حوالي مش اقل من ربع ساعة، ممكن اكتر من ربع ساعة بس مش اقل، علشان ما تتعبيش. هتبتدي بقى تعجني فيها وتستريحي، تعجني فيها دقيقتين مثلا وتريحي لك دقيقة دقيقتين بس، مش عايزينها تخمر. ولو الجو عندك حر حاولي تنجزيها بقدر الامكان علشان ما تفصلش العجينة، ما تفصلش منك، واخده بالك انتي؟ بصي بنحاول بقى نعجنها
يمين وشمال وترفعيها وتخبطيها كده. الخبطة دي بتساعد على ان العجينة تنعم معاكي. تمام. هتفضلي بقى تعجني فيها كده وتسمي الله وتجمدي كده عشان احنا عايزين صحتك كده، وتقعدي كده ايه تعجني فيها. والله العظيم التعب مش هيبقى فيها تعب خالص اول ما تخبزي مع الريحة اللي طالعة من الفرن وفرحة اولادك كده حواليكي وانتي قاعدة بتخبزي وفرحانين ان مامتهم بتعمل لهم حاجة حلوة احلى من بتاعة الجزارين. شايفة انا هنا عجنتها وتقدري تكتفي بيها كده، هي كده ممتازة بصراحة. هنا بقى احنا حطينا مكعب من الزبدة علشان يساعد برضو على طراوة العجينة بتاعتك، وتطلع معاكي اللقمة ويخليها تنعم معاكي وانتي بتعجنيها، بتطلع معاكي حاجة روعة الروعة، كأنك بتاكلي ما شاء الله كرواسون، مش بتاكلي عيش بلحمة، حاجة كده حلوة. لو انتي ما عندكيش زبدة يا ستي، ربنا يا رب يكرمكم ويرزق يرزقكم يعني من حيث لا تحتسبوا. مفيش، تقدري تستغني عن الخطوة دي خالص، وان شاء الله بإذن الله الزبادي هيخليها تطلع تحفة. تمام. هنا بقى سبتها ايه تخمر، وانا دلوقتي عندي اللحمة، انا جايبة كيلو لحمة مفرومة. هحط على الكيلو لحمة مفرومة ده 4 كوبايات من كوباية الشاي فول صويا. الفول الصويا خفيف جدا، يعني الكوباية بتاعت الشاي المتوسطة دي بتعمل حوالي 50 جرام من فول الصويا. كل 50 جرام بتطلع لك ربع كيلو لحمة. هو الفول الصويا ملوش طعم، بس بيكتسب من البهارات ومن البصل ومن خلطة اللحمة، وبيزود الكمية، وهو مفيد للإناث لأنه بيزود هرمون الأنوثة. وبالنسبة للرجالة كده كده مش هياكل 50 جرام على بعض أصلا. هو الرغيف لو هتحسبيه كده هيطلع له مثلا 20 جرام ولا حاجة من فول الصويا لو أكله، ومش كل يوم. تمام. تقدري تستغني عن الوصفة دي خالص وتحطي الكمية كلها لحمة لو انت عندك عزومة، او انتوا مثلا عدد افراد الاسرة كبير. نرجع بقى لخلطة اللحمة بتاعتنا. انا حطيت بصلتين كبار، حطيت 3 حزم بقدونس، معلقة ونص فلفل اسمر من بتاعة الشاي او معلقتين فلفل اسمر، معلقتين بابريكا، نص معلقة كزبرة ناشفة، نص معلقة 7 بهارات. وما تكتريش بهارات اكتر من كده علشان ما تضيعش طعم الحواوشي. وفي خلطة حواوشي بره بتتباع عند العطار، تقدري تجيبي منها او من اي ماركة يعني، تقدري تحطيها وتضيفي عليها بس فلفل اسمر وكده حلو قوي. انا بقى عديت عليهم بالمفرمة من غير مفرم البقدونس، فرمت اللحمة بالبصل في المفرمة، او تقدري تعمليها عندك بالكبة. انا عندي هنا اللحمة مش دسمة خالص، ما فيهاش نسبة دهون خالص، فحطيت لها مكعب برضو زبدة. تمام. تقدري تستخدمي اي مكعب زبدة عندك. لو عندك دهن ضاني تقدري تفرميه وتحطي منه كمية، او عندك بوش ضاني بقى او بقري بيبقى تحفة وبيدي طراوة كده للعيش وبيديكي طعم للحمة روعة الروعة. تمام. هنا بقى خلاص انا عجنت اللحمه وحطيتها في التلاجة، سبتها ترتاح شويه عشان تشرب من البهارات اللي فيها، ورجعنا تاني للعجينه. هنا العجينه بتاعتي اللهم صل على النبي بعد ما خمرت وبقت زي الفل. هنا بقى طلعتها من البوله وقلت ان انا ايه ابتدي ان انا اقسمها عشان اشتغل فيها. هنا انا هنا هعمل وزن اللقمه بتاعتي او وزن الرغيف بتاعي 100 جرام. انا كده عامله الرغيف بتاعي متوسط، ولا عاملاه صغير ولا عاملاه كبير. حجم الكوره دي تقدري انت لو اول مره تعمليها هتجربي بالطريقه دي، وبعد كده عفوا هتقدري تشوفي انتوا بتحبوها ايه، صغيره زي القطايف تقدري تعملي زي السمبوسك يعني، او يعني ايا كان هي ايه، عايزاها صغيره ماشي، عايزاها كبيره اكبر من كده انت تقدري تتحكمي فيها بعد كده ان شاء الله يعني. المهم كورت الكور بتاعتي كلها، طلعت ما شاء الله الكيلو عمل لي 10 رغيفه عيش بلحمه. طبعا انت عارفه الرغيف بره دلوقتي بقى نقوله بس المتوسط بتاعه 100 جنيه، وطبعا لو عايزاه وش بيتزا طبعا بيزيد بقى ايه حوالي 20 جنيه في الرغيف، دي اقل حاجه. هنا بقى جبنا كوره، اول واحده احنا قطعناها كوره من العيش وفردناها بايدينا وبالمردانه حاجه بسيطه كده، وهتبتدي تحطي فيها كوره من اللحمه. والمفروض ان انا هتبتدي تقفليها زي البقجه كده. المفروض ان انا ما افردش العجينه من وشها، لا المفروض ان انا افردها من الناحيه اللي انا قفلتها زي البقجه عشان اطلع الوش بتاعها املس. تمام. خدي بالك من الفيديو ده من دي كمان.
انا عملت واحده غلط بس بقيه الصينيه عملتها صح، انا بقول لكم على غلطاتي. هنا قفلناها زي البقجه كده خلاص. بصي هنا بقى ايه، ببطن ايدي بحاول ان انا افردها مش بشكل كبير قوي. بصي الوش طلع املس، فيها قطع حتت كده بسيطه خفيفه، او العيش تحس ان هو اتخرم منك واللحمه بانت، ما تقوليش اوه خلاص ده كده باظ مني. العيش بينفش في الفرن بكمية صغيرة، بتغطي اللحمة وبتطلع حلوة، واللحمة ما بتطلعش منك ولا بتسقط من العيش ولا العيش بيتفتح، بيفضل زي الفل. هنا بقى هنعمل اللي هو العيش، هنفتح العيش اكتر. تمام. ونروح جايين عاملينه بقى بالطول زي الساندوتش كده. ده بقى طريقة الكاليزون الإيطالي، وأهالينا أمي الله يرحمها كانت بتعمله قبل ما نعرف إن ده اسمه كاليزوني إيطالي أصلا. كانت بتعمل لنا العيش ده باللحمة المفرومة المتعصجة وبالسكر، الله يرحمها ويغفر لها وسامحها. ده بقى يا شباب الصدوق اللي احنا عاملينه في البيت، او السجق اللي احنا عاملينه في البيت. انا نزلته شورت على القناه، وان شاء الله هنزله لكم فيديو بكل تفصيل السجق. برضو عملناه بفول الصويا وبكميه خطيره. هنا حطينا فلفل الوان، وحطينا قطعنا صباعين من السجق اللي احنا عاملينه، وحطيت جبنه موتزاريلا. وبقى عندك احلى رغيف في الصدق، حاجه كده تاخد العقل بصراحه ما شاء الله. هنا هنرجع نفتح واحده تانية من العجين، نعملها برضو قرص كبير شويه علشان نعمل الكاليزوني بتاعنا، او نعمل ان هو نص الرغيف اللي بيتقفل على بعض ده. انت تختاري الحاجة اللي تريحك. زمان كنا بنعمل رغيفين، وتفتحي رغيف كبير وتروحي جايه حاطه الحشوه وترجعي تفتحي رغيف تاني. لا، الطريقه دي اسهل واحسن، ولو عامله 20 رغيف وانت واقفه مش هتتعبي، وهتعمليه بمنتهى السهوله. نفس الخلطه بتاعتنا، شرايح طماطم من غير بذور، وهنقطع الصدق وفلفل اخضر، ممكن تحطي زيتون. قطعي بقى الصدق زي ما انت عايزه. العيش بيكبر بحاجه بسيطه، بس اللقمه طعمها حلو، حتى اقسم بالله لو فاضيه هتاكليها وانت سعيده. هنا بقى بنقفل بطريقه حلوه قوي. بصي بحط صبعي وبقرص على العيش، بحط صبعي وبقرص على العيش بالعرض زي ما هو موضح في الفيديو. الطريقه دي سهله قوي لو لسه اول مره تعملي عيش بلحمه وما بيفتحش العجين. هنا بقى دي لازم بخه الميه دي معانا بقى، بخاخه كده حلوه نظيفه نخليها للمعجنات. تبخي العيش لو انت مش عايزاها وش بيتزا، بخي العيش بس وترشي عليه سمسم وحبه البركه، او ما ترشيش وتحطيه ساده كده في الفرن. اهم حاجه بخه الميه. طب ما عنديش بخاخ، ممكن بالفرشه. ما عندكيش فرشه، هاتي صينيه فيها مكعبات تلج وحطيها على صاجه الفرن نفسها. وهنا بترفعي الشبكه تسويه العيش بلحمه على اعلى درجه عندك من الفرن، من حراره الفرن، تكوني مولعاه من مشغله الفرن من قبلها، وتحطيه على الرف التاني من الفرن. هنرش ميه كويس، بختين 3 4، ما تقلقيش خالص، ده بيساعد على ان العجين يرفع معاكي ويطلع معاكي هش وناجح، والعيش باللحمه يطلع طعمه يكون حلو مش مكبوس ومكتوم. تمام. هنا انا حبيت اعمل واحد بالحبه البركه والسمسم معانا. وهنا بقى ايه، حبيت اعمله كله وش بيتزا. فين بقى الغلطه يا رشا اللي انت غلطتيها؟ هنا الغلطه هنا ان انا حطيت الجبنه على العجين وهو لسه طري في بدايه التسويه. لا، المفروض تسويه، ولما ياخد وش ذهبي تطلعيه وتحطي عليه الجبنه او وش البيتزا بتاعك، وتدخليه من غير شوايه دقيقه واحده من حراره الفرن، الجبنه هتسيح. طيب طب يا رشا انا بحب اكل العيش مقرمش، تطلعيه لما يستوي وبيطلع من الفرن ما تغطوهوش، سيبيه هو هيبقى مقرمش زي ما هو كده، هيطلع حلو. طب يا رشا انا بحب اكله طري زي ما شفتوا انت عاملاه في الفيديو، ادينه شايفين اهو، ولا كدب ولا ما بكذبش عليكم. اول ما طلع من الفرن غطيته بفويل على طول عشان يرد من حرارة الفرن ويطلع طري زي الزبدة. اقسم بالله كأنك بتاكلي فطير، ريحة العجينة نفسها طالعة تحفة. هتجربيه وانت هتحكمي بنفسك، واحنا بفضل الله موجودين. لو في اي حاجة خشي اكتبي لي اي تعليق على اي فيديو، وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليكي. شايفه حلاوه اللحمه عامله ازاي؟ اللقمه طالعه فيها نسبه دهون كده من الزبده اللي محطوطه في العيش واللي في اللحمه. شايفه جميل عامل ازاي؟ بصي بس هو عيب الجبنه زي ما قلت لحضرتك، ان دخلتها من الاول اخدت ال40 دقيقه والجبنه مستحملش، الجبنه احمرت معانا. لو انت بتحبيها تاكليها كده الف هنا وشفا. شايفه اللقمه بقولك دسمه من الزبده اللي اتحطت في العيش ومن الزبده اللي اتحطت في اللحمه، طالعه طريه وجميله وطعمها تحفه. كده انت تاكليه طري كده لازم تغطيه وعشان يرد من حراره الفرن.
عايزاه ناشف قلت لحضرتك طلعيه وسيبيه بره في الهواء، هتاكليه هيطرى بس هيكون مقرمش اكتر. شوفي اللي انت بتحبيه اعمليه، وان شاء الله تعملوه ويعجبكم، وان شاء الله الف هنا وشفا على قلوبكم. ده بقى الطويل ده بقى العيش بالصدق بتاعنا او بالسجق بتاعنا اللي احنا عاملينه في البيت بفضل الله. سجق عاملينه في البيت، وخلطة اللحمة عاملينها في البيت، والعجينة بتاعتنا عاملينها في البيت بفضل الله. كله بيتي محل الصنع. ان شاء الله يا رب تعملوه ويعجبكم، وان شاء الله الف هنا وشفا على قلوبكم الطيبة. تمام. شايفين هنا بقى اللحمة بتاعتنا ولا كشت بقى زي ما بتجيبيها بره من عند الجزارين ولا اي حاجة. ودي كده كانت النتيجة بتاعتنا. عملناها، ويا رب نكون قدرت ان انا افيدكم ولو بمعلومة بسيطة. ده كان العيش بلحمة النهاردة، وده كان الفيديو بتاعنا، وكده كده خلص. واشوفكم في فيديو وما تنسوناش لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا فضلا وليس امرا باللايك والسبسكرايب والشير عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. استودعكم الله وفي حفظ الله، والسلام عليكم.